أسعد الله أوقاتكم جميعا. دولة الكويت تصدر العفو الرئاسي الثاني تحت عنوان لمن الشمل والمصالحة الكويتية عن بعض السياسيين وأصحاب الرأي والناس اللي أساءوا للذات الأميرية. ولكن العجيب والغريب في الأمر في هذا الموضوع إنه أحد الأشخاص اللي تم إصدار عفو عنه هو الدكتور عبد الله الصالح، أحد الهاربين في لندن، وكان دائما يسيء لدولة الكويت ويتكلم عن الأمراء ويتكلم على شيوخ الكويت وكل حاجة. وهذا شيء راجع لكم إذا أنتم عفيتوا عنه وعفى الله عن ما سلف، ونحن عيال اليوم ونحن أبناء الكويت ونحن نبغى نلم الشمل ومصالحة كويتية ونحن نبغى ننهض بالاقتصاد الكويتي وبالنهضة السياسية وكل هذا. برافو عليكم يا أهل الكويت. ولكن هذا الشخص يوم من الأيام أساء للملك وأساء لمحمد بن سلمان وتدخل في الشأن الداخلي السعودي بدون أي مبرر، وما له علاقة لا من قريب ولا من بعيد في أي شأن داخلي سعودي، ولا له علاقة لا بأي صلة بمحمد بن سلمان ولا بالملك. ولكنكم أنتم تصدرون عليه عفو كذا من ضمن الناس. لا، أنا بالنسبة لي كمواطن سعودي أنا أعترض على هذا الشخص لأنه أساء للملك وأساء لمحمد بن سلمان وتدخل في الشأن الداخلي السعودي. أنا سؤالي بس للناس المسؤولين اللي صدروا العفو هذا الرئاسي، هل ترضون أنه مواطن سعودي يتدخل في الشأن الداخلي السعودي؟ هل ترضون أنه مواطن سعودي يسيء لرموز دولة الكويت أو يسيء لحكامها أو يسيء لشعبها؟ سؤالي لكم. الشخص هذا سفارة المملكة العربية السعودية في دولة الكويت رافع عليه قضية. أوكي أنكم أنتم عفيتوا عنه في الجانب الكويتي، ولكن لا تنسوا انه اشقائكم السعوديين رافعين عليه رافعين عليه قضيه. انتم عارفين لما شخص يسيء لمحمد بن سلمان ويسيء للملك ويتدخل في الشأن الداخلي السعودي بدون اي مبرر، وفجأة انتم تفاجئون المجتمع السعودي والله نحن عفينا عنه واهلا وسهلا بيك في الكويت بدون انه ياخذ اي جزاء. انا سؤالي للناس المسؤولين، السؤال الذي يطرح نفسه: هل دولة الكويت ترضى أنه يكون مواطن سعودي يطلع بكرة ولا بعد بكرة يسيء لحكام دولة الكويت، يسيء لرموز الكويت، يسيء لشعب الكويت، أو يتدخل في الشأن الداخلي أو الشأن السياسي أو الشأن القضائي لدولة الكويت؟ أعتقد أن الإجابة لا. أنا أتمنى من كل قلبي أنهم يراجعوا موضوع العفو هذا حتى إن صدر مع الشخص هذا عبد الله الصالح. أنا أتمنى أن يكون في مراجعة. أنا أتمنى من كل قلبي. ما عندي تعليق على هذا القرار أبدا نهائيا، وهذا شأن داخلي كويتي، ولكن هذا الشخص أساء يوم من الأيام لمحمد بن سلمان وللملك وللشعب السعودي فقط لا أكثر. ما عندي حاجة ثانية أقولها لكم.